اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنيه سلامه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحه واحسن حال. جايه لكم النهارده مش بايدي فاضيه، جايه ومعايا نص دستة جاتوه، حاجه كده على ما اسم هنعملها في البيت بطريقه سهله وبسيطه واقتصاديه يعني تعتبر اوفر من بره، والنتيجه بتاعتها تحفه. ملكوش دعوه بالالوان الفظيعه دي، هقول لكم ايه اللي حصل في اخر الفيديو. يلا نبدا. بس قبل ما نبدا احب افكركم انا امنيه ودي قناتي، ولو دي اول مره بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي الجديده. في العجان حطيت ربع كيلو من دقيق الاسبونج الفانيليا، 3 بيضات، وبعد كده الفانيليا حطيت ربع كوباية من المية ومعلقة كبيرة من الخل، وممكن نستبدلها بمعلقة كبيرة من المحسن الجلي. في العجان على طول كده لمدة 7-8 دقايق لحد ما شايفين لونه وقوامه بيتغير، لونه بيفتح قوي، وكمان القوام بتاعه بيبقى شبه الكريمة كده وبيبقى فيه لمعة كده. بقى خلاص خليط الكيك بتاعنا جاهز. طب لو ما عندناش عجان ممكن بالمضرب الكهربائي، بالخلاط صعب مش هتطلع بالنتيجة دي، ولا بالمضرب اليدوي. بتبقى محتاجة مضرب قوي سواء يدوي كهرباء او عجان علشان تطلع بالهشاشة دي. في صاج مفروش ورقة زبدة مقاس 30 في 40، وعلى الفرن درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق، ونبدأ نختبرها. طلعت الخلة نظيفة خلاص. هنا أول ما طلعت من الفرن غطيت كده وشها بورق كراسة عشان ما كانش عندي ورق زبدة، وبعد كده غطيتها بفوطة نظيفة وسبتها لما تهدى مدة ما تقلش عن 3-4 ساعات. عارفين ليه انا فردت الورق الكراسات ده على الوش؟ علشان القشره الملزقه دي تطلع زي ما احنا شايفين. طبعا طالما ورق الكراسات نضيف ومش مكتوب فيه مفيش اي مشكله، زيه زي ورق الزبده بالظبط. هسحب كده الكيك من الصاج وبطرف سكينه، وهكمل باقي تقشير الوش. الوش ده بيكون ملزق وفي الغالب بيكون فيه زفاره البيض، فاحنا مش محتاجينه، وكمان لما بنعمل بيه الطبقات بيخلي الطبقات تتزحلق من على بعضها. خلاص كده انا قشرت الوش بتاعي كله، هغطيه تاني بورق، اي ورق عندك، وبعد كده علشان نقلبه انا قلبته على نفس الصاج اللي انا كنت خابزه فيه الكيك. هشيل كده ورقه الزبده من تحت بشويش، شايفين ولا لازق ولونه فاتح وفي منتهى الجمال. بصراحه اللي الدقيق الاسبونج وفر علينا كتير، خصوصا ان النتيجه بتاعته مضمونه. طبعا الصاج كان 30 في 40، فالعرض بتاعه كان 40، فانا قسمته 4 اجزاء، كل جزء 10 سنتي بالمسطره كده. ومن الناحيه التانية علشان انا عايزه الجاتو بتاعي يكون 4 طبقات او 4 ديسكات. طبعا ممكن تعمليه 2، ممكن تعمليه 3، بس انا حبيت اعمله 4 عشان تبقى القطعه كبيره زي اللي بنجيبها من بره. بالسكينه كده وهبدا اقطع الجاتو اللي احنا قسمناه كل قطعه 10 سنتي زي ما احنا شايفين. طبعا لو ما عندكيش مسطره ممكن تستخدمي اي حاجه او بعينك كده، ان شاء الله هيطلع مظبوط. انا اخترت اللي النهارده اعمله بالمسطره عشان يطلع كله سوا واحد. جبت نفس ورق الزبده وهبدا احط طبقات بينهم الورق علشان ما يلزقوش في بعض لحد ما اخلص الديسكات بتاعتي كلها. للسلنا ايه؟ للسلنا الكريمه هنروح نجهزها دلوقتي مع بعض. وقبل ما نجهزها لازم نكون مجهزين في الفريزر كوبايه من الميه تكون خلاص تعتبر اتلجت. في نفس البوله كده او العجان حطيت نص كوباية من المية، معلقة كبيرة من السكر الخشن، وهقلب السكر في المية لحد ما يدوب تماما. وبعد كده ضفت كوباية من الكريم شانتيه ومعلقة من الكريم بستري، لو متوفر تقدري تستخدميه، لو مش متوفر مفيش مشكلة. وعلى عجان وهبدأ اللي انا اضرب الكريمة. انا بدأت بنص كوباية من المية وممكن نزودها ل3/4 والكوباية كاملة، وده يرجع لنوع الكريمة. ابدأوا بنص الاول وشوفوا الكريمة بتاعتكم هتستقبل ميه قد ايه. اول ديسك كده وحطيت شويه من الكريمه، والديسك اللي بعده لحد ما هعمل ال4 طبقات بنفس الشكل. اهو ده كان تاني طبقه، حطيت الكريمه وكمان الديسك التالت، وهساوي كده. واخر حاجه الديسك الرابع اللي هو هيكون الوش بتاع الجاتو بتاعنا. نبدا بقى ان احنا نسويه كويس ونخليه مظبوط، لان ده اللي هيكون ظاهر على الوش. كده خلاص ال4 ديسكات، وده الديسك الاخير.
عايزه اقول لكم ان الكريم باستري بيدي قوام حلو قوي، وبيدي اللون الكريمي ده للكريم شانتيه، وبيدي له طعم حلو شبه طعم الموس كده، بيبقى طعمه جميل. طبعا ممكن كمان نضيف لها كيس فانيليا للكريمه، بيخلي ليها طعم وريحه حلوه قوي. هساوي كده الطروف اللي هي بتكون حواف الصينيه، بتكون خشنه طبعا ما بتترميش، انت مجرد ما هتنزليهم كده بالسكينه على الرخامه ما تدوريش عليهم، هتلاقيهم اتبخروا على طول. والجناب كده اي جزء تخين هسويها. وفي المرحله دي انا هدخلها الفريزر حوالي 10 دقايق. انا عايزاها تشد عشان اعرف اتحكم فيها وانا بقطعها بالمسطره كده. عملت كل قطعه حوالي 4 سنتي، عمل معايا 6 قطع من الجاتو او نص دستة اهو. هبدأ كلنا اظبط كده بالسكينة واعمل كده حز كده بالمسطرة علشان اقطع على الخط اللي انا علمت عليه ده، تطلع على قد ما نقدر ان القطع كلها متساوية. جنبي كنت محضرة كوباية فيها مية بتغلي، وكل ما اقطع قطعة ارجع السكينة فيها علشان تكون سخنة، وبعد كده هنشفها وارجع اقطع القطعة اللي بعديها. ضروري موضوع المية السخنة، وضروري اللي احنا ننشف السكينة، ما نقطعش السكينة عليها مية. بشويش كده هفصل قطعة قطعة كده عن بعض عشان كمان اعرف اشيلها. بعد كده هدخلها الفريزر تاني تشد. المرحلة دي هو كده الجاتوه خلص. عايزة تاكليه على الحال ده مفيش اي مشكلة، عايزة تزينيه زي ما انا قلت ازينه ويا ريتني ما زينته، هتشوفوا ايه اللي حصل. لقيت اكياس كده عند مستلزمات الحلواني، فكرتها صوصات فجبتها علشان ازين بيها الجاتوه بتاعي. طلع حاجة زي الشربات، حاجة سايلة كده وشبه المية. مجرد ما نزلتها على الجاتوه نزلت تجري وطلعت الجاتوه زي ده. قالوا له ايه ده؟ قلت لهم عادي ده جاتوه الفالنتين، انا عملت الجاتوه الفالنتين قبل كل الناس. ولا تزعلي نفسك. ده كان شكل الجاتوه بتاعنا. دخلته الفريزر شد شويه، وبالشوكه كده عملت اي خطوط عليه. والشوكولاتات دي بتتباع او ترانسفير، سيحت حبه شوكولاته كده وزينتها. اي حاجه عندك متوفره تقدري تزيني بيها. عايزه اقول لكم ان كان طعمه تحفه وخفيف وهش وبيدوب كده في البق. جربوه هيعجبكم ان شاء الله. النتيجة بتاعته مضمونة حتى لو انت مبتدئة في الحلويات. ده سهل وبسيط زي ما انت شفتوا، وانا كنت اول مرة اعمل جاتوه بالدقيق الاسبونج، ودي كانت النتيجة. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب تجربوه وتعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، واسيبكم في امان الله. مع السلامة.